السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. فيديو جديد وحلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا وأخبارنا الجديدة، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك. النادي الأهلي يفاوض اللاعب التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فريق فنربخشة التركي والمعار لفريق جينيك البلجيكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. أهم الصفقات الموجودة على رادار النادي الأهلي حتى الآن: جاكسون موليكا وإمام عاشور ومحمود حمادة وأحمد فتوح، وبنسبة ضئيلة محمد علي بن رمضان نظرا لرغبة اللاعب التونسي في الاحتراف الأوروبي. أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي ميتلاند الدنماركي لضم إمام عاشور، وذلك بعد موافقة اللاعب على الانضمام لصفوف الفريق. الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة فيوتشر القادمة في الدوري، وجلسة بين كولر واللاعبين عن حسم الدوري وأهمية الفوز بالثلاث مباريات القادمة. نادي زد الصاعد الجديد للدوري المصري يجري مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي شادي حسين وعلي لطفي حارس مرمى الأهلي، ويرغب زد في الحصول على خدمات لاعبي الأهلي سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة. وما زالت المفاوضات جارية بين الأهلي وزد، ولم يتم حسم الصفقة والاتفاق النهائي حتى الآن. ولا يمانع السويسري مارسيل كولر في رحيل اللاعب علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة بشكل مستمر. شيكابالا يرفض الاعتزال نهاية الموسم الجاري، ويبلغ إدارة النادي بقراره النهائي بأنه لن يعتزل إلا عندما يتوج الزمالك بطلا لأفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية. الزمالك يعلن غياب اللاعب مصطفى شلبي عن الفريق لمدة تتراوح من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم. اتحاد الكرة: هناك موعد مقترح للقمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك على أن تقام في أحد يومي 12 أو 13 يوليو الجاري. خالد الغندور: الأهلي توصل لاتفاق مع ميتلاند الدنماركي على ضم إمام عاشور لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل $1,500,000. وشوبير يرد على حسابه الرسمي: يا راجل 50 مليون جنيه إعارة في سنة واحدة، يا بلاش، والمفروض بقى إننا نصدق. بسبب ركن اللاعب سيارته في المكان المخصص لسيارة مرتضى منصور، خناقة بين رئيس الزمالك واللاعب محمد عبد الغني وصلت لحد التطاول والتراشق بالألفاظ. اتحاد الكرة: خلال 48 ساعة سنرسل أسماء الفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية لكاف. الأهلي وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية. الداخلية يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف ويشعل صراع الهبوط للدوري المصري. وسيراميكا كليوباترا يقترب من دوامة صراع الهبوط بعد التعادل السلبي أمام طلائع الجيش. المحكمة الرياضية الدولية تخطر نادي الإسماعيلي بإيقاف القيد ل3 فترات قادمة. أحمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق يبدأ فترة معايشة مع السويسري مارسيل كولر، وذلك على هامش تدريبات الفريق التي تقام على ملعب التتش. ووافق كولر على تواجد صديق في التدريبات وقضاء فترة معايشة تستمر لعدة أيام بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي. يويفا يعلن أن برشلونة سيكون قادرا على التواجد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولم يتم فرض أي عقوبات بهذا الشأن. في نفس يوم إعلان انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي، نجولو كانتي قام بشراء نادي رويال فيرتو في دوري الدرجة الثانية البلجيكي. في اللحظات الأخيرة الترجي التونسي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بعد قبول هدية حسام البدري وتعادل نادي الصفاقسي التونسي أمام نادي الاتحاد المنستيري بهدف لكل فريق. نادي ليفربول يعلن عن قميصه الثاني البديل للموسم الجديد. وبكده تكون انتهت اخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.